السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده خاص بالناس اللي داخله طب. باذن الله اكلمكم عن شويه حاجات عن الكليه، يعني تعرفوها عن سنه اولى، او بمعنى اصح عصاره خبرتي في سنه اولى باذن الله. وحاجات عن البدايه، لان البدايه طبعا هي اصعب حاجه. وطبعا انا في القناه هنا مش هتكلم بس عن طب بشري، ولكن علشان معظم الاسئله اللي جايلي في الكومنتات عن طب، فعشان كده هتكلم عنه. في الحلقه الجايه باذن الله هتتكلم عن اللبس بالنسبه للبنات، طبعا يعني هتبقى للبنات. عن اللبس في الكليه وعن اخلاقك وازاي تحطي حدود بينك وبين اي حد. يعني هيبقى فيها حاجات كده باذن الله مهمه جدا جدا، لازم يعني تعملي بيها قبل ما تدخلي مجتمع الكليه. بالنسبه للناس اللي هي داخله طب بشري، طبعا بالنسبه للمواد والكلام ده كله، طبعا على حسب انت داخل كليه في جامعه ايه. مش كل الجامعات زي بعضها، يعني مثلا جامعه طنطا غير قصر العيني غير اسكندريه. كل جامعه وليها المواد اللي بيدرسوها وليها نظامها برضو. فانا مثلا هعرف النظام بتاع جامعتي ازاي من غير برضو ما يعني اضطر ان انا اسال ناس في الكليه. طبعا لما تسال ناس في الكليه ده بيبقى افضل، ولكن ممكن انك بنفسك تدخل تكتب على جوجل مثلا جامعه عين شمس كليه الطب، فهيظهر لك الويب سايت اصلا بتاع الكليه بتاعتك، وهتدخل عليه هتلاقي حاجات خاصه بالطلاب، اللي هي مثلا ميثاق الطالب الجامعي واللوائح الجديده اللي هي مثلا اخر لائحه بتعمل بيها الكليه. فهتنزل اللوائح ديت وتقعد تقرا فيها ايه اللي يعني ينطبق عليك، ايه نظام الدراسه في الكليه، ايه المواد اللي انت هتاخدها في سنه اولى. الكلام ده يعني يمكن محدش يعرفه، ولكن ده مهم جدا. يعني لو عايزين تفهموا كل حاجه من غير ما تتعبوا وتقعدوا تسالوا ناس كتير عن الكليه، مثلا المنوفيه ولا عين شمس والكلام ده كله، لا انت افتح الموقع بتاع الكليه هتلاقي عندك ميثاق الطالب الجامعي اللي بيحدد انت ليك ايه وعليك ايه من الكليه يعني. وكذلك اللائحه اللي هي بتحدد برضو انت عليك ايه في سنه اولى، عليك ايه في سنه تانية لحد ما تخلص الكليه خالص، وهكذا. طبعا بالنسبه للادوات يعني الكليه بتحتاجها، فبالنسبه لنا احنا يعني محتاجناش ادوات غيريه بس في ماده البايوكيمستري. البايوكيمستري دي خدنا فيها الادوات اللي هي بتاعه الانابيب الاختبار الماصه والحاجات دي كلها. انا خدتها من بنت اكبر مني، هي يعني كنت مستلفه منها كتب، وهي جابت لي الادوات ديت. وبعد كده رجعت لها كتب ورجعت لها الادوات، لاني جبت يعني كتب جديده. والادوات استخدمت بتاعتها الصراحه كانت يعني قضت معايا الغرض. في سنه اولى الترم الاول في ماده البايوكيمستري كنت بعمل بيها التجارب وكده، وبعد كده رجعتها تاني. الادوات عموما يعني مش غاليه اصلا، هي كانت تقريبا ب40 جنيه، فالموضوع مش صعب. وطبعا زي ما قلت لكم في كليات تانية بتحتاج ادوات تانية. وبرضو البلطو اساسي جدا، لان طبعا في سكاشن مش هينفع تدخلها غير بالبلطو، فالبلطو اساسي. طبعا السماعه ديت بالنسبه لنا بنحتاجها في سنه رابعه مش دلوقتي خالص. وكذلك جهاز الضغط والحاجات ديت مش اساسيه خالص، بس لما تجيبوها يعني ديت حاجه كويسه جدا، خصوصا جهاز الضغط اصلا لما تتعودوا ان انتوا تقيسوه دي حاجه كويسه قوي يعني، وهتفيدكم عموما في البيت. لكن بالنسبه للادوات اللي هي المكتبيه اللي انتم محتاجينها، هي بس مجرد نوتة تكتبوا فيها الملاحظات بتاعتكم خلال المحاضرات وكده، او كشكول عادي. انا كنت جايبه كشكول اللي هو كبير عادي 100 صفحه تقريبا، ده كنت بستخدمه لكل المواد، بحضر بيه المحاضرات كلها. ومعايا التابلت عليه الكتب بتاعتي. وطبعا انا طبعت الكتب برضو، اقول لكم على المصاريف في اخر الفيديو. طبعت الكتب برضو علشان اذاكر منها، لاني مش بحب اذاكر خالص من على التابلت، بس في ناس كانت بتذاكر عادي مع التابلت. فانا طبعت كتب وكنت بسيب الكتب في البيت، بس باخد الكتب اللي هي من على التابلت بحيث ان انا اتابع منها مع الدكتوره وهي بتشرح. ومعايا النوت بتاعتي بكتب فيها لو في اي ملاحظه. بس ولو انتم من الناس اللي هي يعني باذن الله هتذاكر كتير يعني، فممكن تجيبوا علبه اقلام بحيث ان هي ما تخلصش يعني منكم. بس غير كده مش محتاجين اي حاجه بالنسبه للادوات. طيب ثالث حاجه ممكن نتكلم عنها وهي مهمه جدا، التاسيس لكليه الطب. انا هفهم ازاي الانجليزي والكلام اللي احنا بناخده، هدخل ازاي المحاضرات وافهم الدكتور بيتكلم كله بالانجلش. طبعا حته الشرح دي، وهل الشرح بيكون كويس ولا لا، هي بتبقى على حسب الكليه. في كليات بيشرحوا كويس، في كليات يعني مش كل الدكاتره. احنا عندنا برضو يعني كل محاضره ليها دكتور مختلف عن التاني، فمش ضامنه مثلا ان المحاضره اللي هدخلها هفهم من الدكتور ده بنسبه 100%. وما يعني مفيش اصلا حته ان انت تفهم من الدكتور بنسبه 100%، بس على الاقل مثلا احنا عندنا كانت الدكاتره بيراعوا ان احنا في سنه اولى، فكانوا بيترجموا كتير. دي حاجه الصراحه كانت بتفهمنا كتير، ولكن برضو ما زال الموضوع صعب. اللي سهل عليه كتير ان انا خدت اساسيات طبعا، واللي هي المصطلحات الطبيه دي كانت ماده عندنا اصلا في طب طنطا، فسهلت علينا كتير. وطبعا حضرنا الدوره التاهيليه. الدوره التاهيليه ما كانتش يعني فعاله بنسبه 100%، او ما كانتش فعاله قوي. يعني حضرت فيها فقرات معينه، ويمكن الاستفاده الاكبر منها ان انا اتعرفت على ناس اكبر مني، فبالتالي الناس دولت هم اللي فادوني كتير في نظام الكليه وكده.
بس يعني اللي فادني أكتر إن إحنا أصلًا كنا بناخد مادة المصطلحات الطبية ديّة أصلًا كمنهج أساسي عندنا في الكلية، فما احتجتش كورس فيها. في ناس كانت واخدة كورس فيها، فده ساعدهم برضه إن هم يعني كانوا فاهمين اللي هم من أول أسبوع متأقلمين. أنا كانت مشكلتي في التأقلم إن أنا قعدت تقريبًا حوالي شهر على ما اتأقلمت مع الكلية، ده خلّاني أراكم كتير. طبعًا مش كل الناس لمّا بتراكم بترجع تلاقي نفسها عارفة إن هي تواكب تاني، وتلاقي نفسها يعني عارفة إن هي تمشي مع الموضوع. فالناس برضه اللي هي تقول لكم ما تاخدوش كورس المصطلحات الطبية والكلام ده كله، يعني مش كل الكلام تمشوا وراه، لإن في ناس حرفيًا شالت مواد، وفي ناس ما عرفتش تتعامل خالص، وكانت بتدخل الامتحان أصلًا سايبة شباتر خالص من غير ما تذاكرها. فأنت شوف إيه المناسب معاك، لو الكورس مثلًا سعره مناسب وكويس خلاص إيه المشكلة لمّا تاخده، ما دام أنت أصلًا يعني عندك القدرة المادية مش مشكلة لو لقيت كورس فعلًا هيأهلك لحاجة زي كده، يعني إنك تاخده. وطبعًا لو لقيت حاجة زي كده برضه هاقول لكم عنها. بس عايز تاخد كورس خُد، عايز إنك تتابع من على اليوتيوب تابع. وأنا كنت باتابع دكتور سامح غازي، كان منزّل فيديوهات حلوة جدًا للمقبلين على الكليات الطبية، كانت حلوة. ديّة أسستني جدًا، مع بقى يعني باقي اللي هي المادة أصلًا الأساسية عندنا اللي هي المصطلحات الطبية. بس ده بالنسبة للتأسيس لكلية الطب، علشان الكلام فيه كتير جدًا، وباشوف فيديوهات بتقعد تقول إياك تاخد وكده. لأ، هي مش إياك ولا حاجة، هو كل واحد على حسب فهمه وعلى حسب تأقلمه وعلى حسب برضه يعني قدراته المادية. عايز تاخد خُد، مش عايز براحتك. رابع حاجة بالنسبة لي وهي الأنشطة الطلابية. أنا من الناس اللي قررت إن أنا أول ما دخلت الكلية إن أنا ما اشتركش في أي أنشطة طلابية، علشان أنا لسه الأول هاتعود على نظام الكلية واتعود على المذاكرة، يعني دي أول سنة، فأخلّي نفسي مركّزة في حاجة واحدة اللي هي الدراسة الأساسية بالنسبة لي. جنبها طبعًا إن أنا برضه يعني أقضّي وقتي ويعني أفرّغ الضغط الثانوية ده من غير ما أحمّل نفسي أنشطة زيادة، خصوصًا الأنشطة دي بتتطلب إن أنتم تعملوا حاجات كتيرة جدًا. بتبقى صراحة يعني كإنّك متولّي مسؤولية الدفعة. فبالنسبة لي أنا ما حبيتش إن أنا أشارك في أي أنشطة طلابية أول سنة. في عندنا بقى أُسر زي مثلًا أسرة سبوت ديّة من الأُسر مثلًا اللي هي بتتكلم عن الحياة اللي هي زي إزاي تدّي حُقن، إزاي تركّب كانيولا، اللي هو الطب بشكل تدريبي بمعنى أصح. وكمان أسرة في البحث العلمي زي تسرا، ودي برضه يعني متشجعة جدًا أدخلها. بس زي ما قُلت لكم أنا ما دخلتش حاجة في سنة أولى، هادخلها في السنين الجاية. وخدت بس كورس إسعافات أولية يعني في سنة أولى، وكان كويس جدًا، اللي هي بقى خياطة الجروح والحقن بكل أنواعها. الكلام ده كله لو أنتم في طب طنطا بإذن الله هتاخدوه، وسعرها يعني كويس جدًا. بس يعني غير إن هي أصلًا مادة عندنا أساسية في المنهج اللي هي مادة الECS في الترم التاني. الأنشطة الطلابية لو أنتم من الناس اللي هي بتحب الموضوع ده وهتعرفوا إن أنتم يعني تنظموا وقتكم معاه، يعني عادي خالص ادخلوه، ما دام الموضوع ما فيهوش اختلاط برضه لازم ان انتوا تراعوا حاجه زي كده. او ان انتوا هتدخلوا معاكم ضوابط وحدود هتلتزموا بيها. بالنسبه للمذاكره في كليه الطب، وطبعا المذاكره ليها طرق كتيره جدا. يعني انصحكم برضه بسماع بودكاست لدكتور عبد الرحمن الاول على جامعه اسكندريه، هحط لكم فيه الوصف، مهم جدا. انا سمعته حتى في ايام الامتحانات رغم ان انا كنت يعني مضغوطه، بس هو فعلا فادني جدا. هو بيتكلم برضه عن طرق المذاكره وكده وعن حاجات كتير وصلته ان هو يبقى الاول على الكليه يعني خلال 5 سنين. فبالنسبه لي البودكاست ده مهم جدا ان انتوا تسمعوه. انا بالنسبه لي باعمل ايه؟ انا باروح المحاضره، لو عرفت ان انا اقرا المحاضره بتتكلم عن ايه في المواصلات بقراه، لو ما عرفتش خلاص عادي جدا بحاول ان انا احضر المحاضره من اولها. وبيبقى قدامي الكتاب زي ما قلت لكم، وبتابع مع الدكتوره من الكتاب. حسيت ان الدكتوره قالت كلمه او حاجه زياده مثلا، بقوم كاتباها في الكشكول او النوتس بتاعتي، وبحاول ان انا افهم كل كلمه بتقولها. وطبعا يعني ده مش هيحصل برضو من المحاضرة. لما برجع بسمع برضو مصدر خارجي، في مصادر خارجية كتير، هينزل فيديوهات شورتس كتير عن مثلا لو عايز تتفوق في الاناتومي تتابع مين، عايز تتفوق في الفسيولوجي تتابع مين، وهكذا. خلاص انا حضرت المحاضرة وبعد كده خدت السكشن، لان احنا عندنا المحاضرات الاول بعد كده بناخد السكشن اللي هو تطبيق عملي، مش لازم على نفس المحاضرة اللي احنا خدناها، بس يعني بعد كده تطبيق عملي على مادة ما من المواد اللي عندنا. بعد كده بروح ارتاح شوية واخد نفسي، وبعد كده ابدا ان انا اسمع فيديو لنفس المحاضرة دي عادي لو انا مش فاهماها. لو فاهماها خلاص بحاول ان انا اختصر الوقت واقعد اذاكرها على طول. ولقيت ان فعلا ناس كتير من الناس الشاطره بيختصروا حته ان انا مش لازم اسمع فيديو تاني للمحاضره. بس انا عشان كنت بحب جدا شرح دكاتره مثلا زي دكتور ايمن خنفور، زي دكتور عبد المتعال، فالدكاتره دي بجد كنت بحب اسمع شرحهم من ناحيه الاستمتاع بالماده العلميه، فكنت بحب ان انا اسمعه. لكن هو مش يعني مش ضروري قوي لو الجامعه عندكم بتشرح بشكل كويس.
بس أنا كنت باسمع الشرح وبعد كده بابدأ إن أنا أذاكر، طبعًا مش من أول مرّة هتبقى perfect، كنت باشتري برضه ملخصات للحل، أسئلة كده، في ناس دكاترة بتبقى عاملة كورسات وبينزّلوا الأسئلة بتاعتهم في المكتبات اللي هي قدّام الكلية، فباروح أشتري الملخصات دي بحيث إن أنا أحل عليها بعد ما أخلّص، لإن أنا بالنسبة لي لو ما حليتش على اللي أنا خدته فكإني ما خدتوش خالص، وهكذا يعني كنت باحاول إن أنا ألتزم بالحاجات دي في الأول، طبعًا يعني الدنيا مش بتمشي بقى perfect اللي هو خلاص أنا يعني هاجي آخر الأسبوع مخلّصة كل حاجة، بس الصراحة طريقة الأوائل إن أنت تبقى مخلّص كل الحاجات اللي عليك في آخر الأسبوع يوم الخميس ده، تبقى أنت ما فيش أي حاجة متراكمة عليك، ويوم الجمعة بالنسبة لك يكون مثلًا بتراجع أو إن أنت تكون ما بتعملش فيه حاجة أصلًا، فده يعني كانت حاجة من الحاجات اللي أنا سألت ناس من الأوائل عليها وقالوا لي إن هُم بيعملوا كده. الامتحانات بالنسبة لنا بتبقى يعني بيبقى في bubble sheet وفي مقالي، فطبعًا جزء الbubble sheet ده بيبقى إلى حدٍ ما يعني كويس MCQ، بيبقى في أسئلة طبعًا عليها اختلافات، بس الموضوع بيبقى مباشر، أنت بتبقى حفظت كويس أو اللي هو ذاكرت كويس ومتذكر المادة العلمية، خلاص أنت هتجاوب بإذن الله بكل سهولة، ما فيش بس غير بعض الأسئلة اللي ممكن تخرج عن المقرر، طبعًا ده في سنة أولى، لكن في السنين الجاية الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل، وبرضه مش في الجامعات كلها بيحصل إن الموضوع بيبقى مباشر، بس الحمد لله عندنا يعني كان الموضوع كده، في سنة أولى كانت بعض الامتحانات بس اللي كانت صعبة، لكن معظم الامتحانات كانت متوسطة إلى حدٍ ما. يعني الصعوبة بالنسبة لنا هي أصلًا بتبقى في المذاكرة ذات نفسها، إن أنت تلحق تخلّص المنهج قبل الامتحان، ممكن مادة أصلًا تلاقي نفسك ما لحقتش تفتحها من ضغط المواد الباقية، تمام، بيبقى حوالي مثلًا الامتحان 8 ورقات، الورقات الباقية بقى كل ورقة مثلًا سؤالين مقالي، المقالي ده بيبقى برضه حاجة مباشرة، مثلًا enumerate الأسباب بتاعة المرض معين، تجميعات زي مثلًا تركيبات في الجسم زي مثلًا المريء، الduodenum، الحاجات دي كلها، الduodenum اللي هو ال12، وهكذا كذا حاجة في الجسم مثلًا، الطول بتاعها 25 سنتي، فأنت تذكر الحاجات دي، بتبقى التجميعات دي كده موجودة يعني من الدفعات اللي قبلك، بيبقوا مجمعينها بشكل كويس، فالموضوع مش بيبقى اللي هو صعب أو حاجة، لأ الموضوع بإذن الله بيبقى مباشر، وما دام أنت ذاكرت وحليت بنك أسئلة الكلية خلاص الدنيا بإذن الله بتبقى سهلة. ما ينفعش إن أنت تدخل الامتحانات وأنت ما حليتش امتحانات السنوات السابقة، لإن يعني غالبًا بييجي منها كتير، وتحاول إن أنت تحلها برضه بمرجع من الكتاب، ما تحلهاش بالإجابات اللي هي بتبقى موجودة، لإن الأسئلة بتنزل متجاوبة، ففي ناس ساعات بتمشي على الإجابات اللي هي موجودة في الإجابات دي بتبقى مش صح كلها، فدي برضه ملحوظة مهمة. آخر حاجة بقى وصلنا لها وهي مصاريف كلية الطب، طبعًا المصاريف بتختلف من كلية للتانية على حسب يعني من جامعة للتانية على حسب المحافظة اللي أنت فيها، بس إحنا عندنا مثلًا المصاريف كانت 2500 السنة كلها، المصاريف الكلية ذات نفسها، وفي بقى مصاريف اللي هي الكتب بندفعها، الكتب PDF بس على المنصة تقريبًا كان 2000 جنيه، وطبعًا بعد ما بادفعها على المنصة بانزّلها PDF على الموبايل وبابعتها للمكتبة تطبعها، كانت تقريبًا ب500، في مكتبات بتطبعها ب600 وهكذا، كنت باحاول إن أنا أطبعها علشان أذاكر منها، وفي ناس مش بتطبع كل الكتب، بتطبع بس الحاجات اللي هي بتتسلم، فأنا كنت باطبع كله الصراحة علشان يعني أحاول إن أنا ما اقعدش أشغل نفسي طبعت إيه وما طبعتش إيه. طبعًا الكتب مرتين، يعني إحنا بندفعها مرتين، مرة الترم الأول ومرة الترم التاني. بس ده كان فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتبعتوه لكل الناس اللي داخلة كلية الطب عشان يفيدهم، وبس مع السلامة.